زميلي احمد، تحياتي لضيوفك الكرام، تحياتي لكل مشاهدي بين سبورتس. يمكن المنتخب المصري خسر اللقب، لكنه يعني كسب احترام كل المنتخبات، كسب احترام الشعوب العربية، الشارع المصري لما قدمه يعني من انجازات خلال هذه البطولة، على الرغم من التحديات الصعبة التي واجهها المنتخب المصري وكنا جميعا يعني نتابعها. يعني معي الآن أحد اللاعبي المنتخب المصري وأحد المقاتلين من كتيبة الأبطال، أبطال مصر، أبطال المنتخب المصري، عمرو وردة. عمرو، هارد لك يا عم. يعني الحمد لله على كل حاجة طبعا، وربنا عايز كده. يعني الحمد لله على كل حاجة. احنا جيل طلعنا مع بعض وعيلة واحدة، حاولنا نعمل كل حاجة عشان ناخد البطولة ونعمل إنجاز، بس الحمد لله يعني ربنا عايز كده. يعني الحمد لله. عمرو، يعني الموضوع كان في ايديكم في البداية، فوز بهدف. يعني ايه اللي حول الدفة او خلى المنتخب الكاميروني يبقى اكثر جرأة على المنتخب المصري؟ انا بقول لك يعني هي دي الكورة، يعني هي دي الكورة. احنا عملنا اللي علينا طول البطولة، بنموت نفسنا وبنعمل اللي علينا. ربنا هو ربنا كاتب لنا كده، زي ما ربنا كاتب لنا ان احنا نكسب بوركينا فاسو والمغرب وان تطلع اول مجموعه. ربنا كاتب ان احنا ما ناخدش البطوله، فالحمد لله على كل حاجه. الجهاز ما قصرش، الناس ما قصرتش، كل الناس ساعدتنا. يعني اتمنى الناس كلها تقف جنبنا في مصر، يعني مش عشان خسرنا كل الناس تهاجمنا ولا حاجه، لا بالعكس، كنت سندنا خلاص. يعني دي بطوله وعدت، الحمد لله على كل حاجه، وربنا كاتب لنا كده. ان شاء الله الفتره الجايه يعني نجتهد اكتر ونعمل اللي علينا وانا مش عايز حد يزعل في مصر، عشان احنا فعلا عملنا اللي علينا وموتنا نفسنا في الملعب لحد اخر دقيقه، فدي حاجه بتاعت ربنا. الحمد لله على كل حاجه. يعني مشقه، تعب، تحمل ظروف صعبه هنا، يعني هذا ما اثر. يعني عمل جاد، تركيز، كان هذا هو شعار مشوار منتخب مصر خلال هذه البطوله. لذلك كانت هذه الدموع يعني التي رايتها بعد المباراه. يعني اي حاجه طبيعيه، يعني حاجه طبيعيه. داخلين مباراه نهائيه، احنا كسبانين 1-0، فمره واحده النتيجه تقلب 2-1. يعني الحمد لله. يعني هو الحمد لله، هو الدموع دي حاجه طبيعيه، عشان احنا جايين عشان هدف معين. احنا مش جايين عشان نطلع اول مجموعه، مش جايين عشان نكسب سيمي فاينل، مش جايين، احنا جايين ناخد البطوله بس. ربنا عايز كده، هو ربنا كاتب كده. هنعمل ايه؟ كل حاجه بايد ربنا. احنا تعبنا وعملنا اللي علينا، ممكن يكون ربنا شايل لنا حاجه احسن من كده قدام شويه ان شاء الله. فاحنا بنعمل اللي علينا انا مش عايز حد يزعل مننا. المفروض الناس تقف جنبنا كلنا. ما فيش حد اثر، والله العظيم ما فيش حد اثر. يعني انا اشهد، يعني ما فيش حد من اللعيبه اثر، سواء اللي جوه ولا اللي بره. انا في ماتشات ما لعبتهاش زي اللي بلعب، ما فيش مشكله خالص. والجهاز جنبنا واتحاد الكوره جنبنا والناس كانت بتشجعنا. يعني الحمد لله، وشكرا الناس اللي جت، الجمهور اللي جه من مصر هنا. فانا مش عايز حد يهاجم حد، وان شاء الله الناس كلها تبقى معانا باذن الله. هارد لك يا عمرو، شكرا جدا. اذا زميلي احمد